لو سألتك ايه افضل فيلم متكامل لمحمد سعد هتقول لي بوحة. طب ايه انجح فيلم لهاني رمزي هتقول لي غبي منه فيه. طب ايه اكتر دور ضحكك لهند صبري هتقول لي عايز اتجوز. ده غير كل المسلسلات بتاعت عادل امام. كل الاعمال دي في عامل مشترك واحد ما بينهم وهو المخرج رامي امام. وده يوديني لسؤال حلقة النهارده، هل رامي امام مخرج مظلوم؟ صلى على النبي وخش بالانترو. رامي امام ابن الممثل العظيم عادل امام. فكره ان ابوك مشهور دي لوحدها بتخلي حياتك غير البشر كلها، ما بالك بقى لو عادل امام يعني الزعيم واللي ناس كتير حطاه في خانه افضل ممثل في تاريخ مصر. فده يخلي عليك ضغط كبير من وانت صغير، من نظرات الناس ليك واهتمامهم مبالغ عليك. وللمفاجاه رامي اصلا ما كانش عايز يبقى مخرج، بل كان عايز يطلع مهندس لخاله. ولكن هو في الجامعه الامريكيه دخل المسرح، فخالد سرحان وفرقه معاه قالوا له ممكن تخرج لنا، وفعلا اخرج اول عمل درامي ليه، واللي كان بيعمل له كاستنج. ومن كتر اهتمامه بالكاستنج بتاع المسلسل ده اتاخر على قرايه الفاتحه بتاعته، واللي كان بيعمل كاستنج لاكتر من جامعه عشان يخش المسرحيه بتاعته، والمسرحيه بعنوان جزيره القرى. هي الفكرة بتدور حوالين دكتور شاب في مستشفى، بيضطر تحت ضغط الظروف اللي حواليه ان هو يهاجر او يسافر بره. للاسف طيارة بيقع على جزيرة كل الناس اللي فيها قرى. ومعنى قرى مش يعني هو كشكل الناس بدون شعر، لكن كرمز. هي اكيد بتحمل رمز معين. هي فعلا بتحمل رمز، هي يعني فقدان الشعر يعني فقدان الاحاسيس. فهي مسرحية رمزية. والاستاذ عادل امام راح بنفسه اتفرج على المسرحيه وعجبته جدا، وبدا يعزم صحابه عليه. ومن هنا عرض عليه انه يخرج له مسرحيته بودي جارد، وده يعتبر اول عمل محترف يخرجه رامي. ده غير انه اصلا مثل قبل كده في فيلم النوم في العسل، مع انه ما بيحبش يتكلم عن التجربه دي. بحترم ذكائه جدا في الموضوع ده، لانه من هنا عارف ان التمثيل مش سكته. وبعد تجربه بودي جارد اشتغل مساعد مخرج في فيلم الواد محروس بتاع الوزن، واشتغل في الموسيقى التصويريه بتاعت فيلم هلو امريكا لحد اللحظه الاكبر، وهو فيلم امير الظلام، واللي ما كانش هو مخرجه بالمناسبه. بل الموضوع كان ان عادل امام بيدور على مخرج، وكان كل شويه يستشير رامي في حاجه في الفيلم. ومن كتر ما هو اعجب بارائه قال له تخرج لي انت الفيلم، واللي ما كانش مرحب بيه من المنتج عصام امام عم رامي، مع حفظ الالقاب للجميع طبعا، لانه ما كانش مخرج كبير ساعتها. ولكن عادل امام اصر انه هو اللي يخرج، او مش هيعمل العمل اصلا. وده اللي خلق كره من الاستاذ عصام امام لرامي امام، وده برضه خلق تحدي الرامي عشان يثبت نفسه في الفيلم. ولكن اكاد اجزم ان امير الظلام من افضل افلام عادل امام، وكان بدايه تصحيح المسار لافلام عادل امام، من الواد محروس بتاع الوزير وهلو امريكا لبدايه الافلام اللي كان بيستعين فيها للشباب. والفيلم اخراجيا كان دسم جدا، ومن هنا حط رامي امام اسمه في مجال السينما كمخرج افلام. ونخش على تاني محطه، وهي اهم محطه بالنسبه لي في تاريخ رامي امام، وهي محطه غبي منه فيه. بص، الفيلم ده دسم بطريقه غير طبيعيه من الكوميديا بتاعته، من هاني رمزي وكوميديا طلعت زكريا الله يرحمه، والاداء الاسطوري لحسن حسني الله يرحمه. ده غير ان ده الدور الوحيد اللي ضحكني لنيلي كريم في الفيلم ده، ومسلسل 100 وش. والفيلم ده لحد الان بيطلب من رامي جزء تاني ليه. ولكن الغريب ان مش بس بيطلب منه جزء تاني، الغريب انك تكون بتتفرج على الحلقه لحد الان وعملتش لايك للحلقه، او اشتركت في القناه، او عملت لي فولو على الحسابات تحت. بس اعمل الفولو بعد ما تخلص الحلقه، اعمل لايك، اللايك ببلاش. بعديها يجي الفيلم الاكثر حبا لمحمد سعد، هو فيلم بوحه. انت متخيل المسيره لحد الان 3 افلام ب3 نجاحات متتاليه لنجوم كبار، وبعديها بيعمل انجح فيلمين كافلام لمحمد رجب من وجهه نظري، وهو ضمن دستة اشرار وكلاشينكوف، واللي محمد رجب اتكلمنا عنه قبل كده في حلقه ليه محمد رجب محبوس في دور الحلنجي. وبرده كان في دور عظيم جدا في فيلم كلاشينكوف لصلاح عبد الله اللي اتكلمنا عنه برده قبل كده، والحلقتين هتلاقيهم تحت في الديسكربشن. وبعديها بيعمل واحده من علامات السينما، وهو حسن ومرقص. الفيلم ده مظلوم جدا، وفيلم عالمي جدا، وفيلم فيه العالمي عمر الشريف والزعيم عادل امام، والاتنين كانوا واخدين حقهم قوي في الفيلم اللي عرفنا انه مش بس مخرج كوميدي كويس، لا ده مخرج دراما كمان. واتعرض عليه بعديها يعمل مسلسل، وده اللي هو ما كانش حبه او كان خايف منه لانها مش حتته. وكمان كان عنده عمل تاني لكن ما كملش. ولكن لما العمل ده ما كملش وقرا الكتاب بتاع عايز اتجوز، وافق انه يعمله ساعتها. وكان في تحديين، ان اولا ده كوميدي لهند صبري يعني ما كانتش معروفه بادوارها الكوميديه، وثانيا فكره البي او في بتاعت الممثله اللي هتتكلم مع الكاميرا كتير. ولكن المسلسل ده اصبح من علامات، وعيله علا كانت واخده قلوب الناس كتير، وما زال لحد الان بيتم استخدامه في الميمز كتير، وقابل للتجديد مع كل حدث. يعني بص كده، ده انا اتبهدلت الجنيه في البورصه، بهدلت حكم حسب بنالتي غلط ووقع تحت ايد حسام حسن او ابراهيم، مش فارقه يا ماما، انا لا يوم. بيقولوا تكون مهندس مقامك يبقى كبير، 7 سنين بهندس وانا ابقر من الفقير، والبيع العب
كده بيوقف نشاطه فترة كبيرة لحد بعد الثورة وبيرجع بمشروع فرقة ناجي عطا، واللي بالمناسبة كان فيلم مش مسلسل، وكان من أبطاله أحمد السقا، كريم عبد العزيز، وأحمد مكي. ولكن المشروع ده اصلا كان قبل 2010 وما بينجحش المشروع كفيلم وبيفضل يتاجل لحد ما بقى مسلسل، ونزل النسخه اللي احنا عارفينها من محمد امام واحمد السعدني ونضال الشافعي واحمد التهامي وكل النجوم الكبار اللي في المسلسل اللي اتصور في دول كتير جدا، وكان اختبار للمخرج ولكل الكاست تقريبا. مش بس كده، كل اعمال عادل امام الدراميه من اخراج رامي امام. تقريبا هو حب الدراما بعد التجربه بتاعت علا. معظم الناس بتقول ان العراف هو افضل اعمال الزعيم الدراميه، ولكن بالنسبه ليا المسلسل هو عوالم خفيه. يا سلام، المسلسل اخراجيا حلو جدا، كتابيا حلو جدا، تمثيليا حلو جدا، مسلسل متكامل. وعمل كمان لاخوه ابو نسب، ده غير وجود محمد في مسلسل صاحب السعاده ووجوده في فرقه ناجي عطا الله. انت شايف المسيره بتاعته لغايه دلوقتي عامله ازاي؟ وده يوديني للسؤال المهم، هل فعلا رامي امام مبخوس حقه لانه ابن عادل امام؟ اعتقد ان فيها وعليه، لان لو اي مخرج تاني غير رامي امام عمل المسيره اللي احنا بنتكلم عليها كان هيبقى ليها اسم كبير وصيت اكبر. لان انا بكلمك في اختبارات كتير، يعني اول دور هند صبري كوميدي، مخرج لفيلم محمد سعد بوحه، واللي محمد سعد اصلا معروف بصعوبه المخرجين في التعامل معاه وغبي منه فيه، وبقيه الاعمال اللي انا قلتها. يعني لو جت معاه مره صدفه اقول لك ماشي، مرتين يا عم تمام، لكن اعمال كتير يبقى ده يبين لك انه فعلا مخرج موهوب. ده غير انه ليه تجربه في الانتاج في مسلسل طايع وفالنتينو وعوالم خفيه، ومن ميزاته انه ما بيكبرش على الغلط. انا مش جاي معايا في التمثيل خلاص مش همثل، مع انه قادر ياخد اي دور في افلامه لو حابب الظهور زي معتز التوني. وكمان انت ممكن تقول لي ما هو واخد الدنيا بالواسطه، هقول لك معاك حق، بس هرجع اقول لك زي ما قلت لك قبل كده في حلقه ابناء الممثلين ان الموضوع مش بالسهوله اللي الناس شايفاها. محدش بيفرض حد على الناس لو مش حابه شغله مش هينجح. وكمان تاني مره اقولها لك، انت لو اب وعندك فرصه تساعد ابنك شايفه موهوب مش هتعملها؟ اعتقد انك فهمت وجهه النظر دي. بس بالطبع ما نقدرش ننكر انه تساعد عشان والده عادل امام، ولكن لو ما كانش عنده موهبه ما كانش هيكمل، بل بالعكس. وده ما يمنعش ان في اخطاء. يعني مثلا فيلم امير الظلام كان فيه مشهد الموكب القناص ماسك سلاح ما فيهوش سكوب او منظار بمعنى اصح، ولكن كان في مشهد اللي بعديه على طول في منظار، فمفيش فيلم كامل. ممكن تشوفه في الملوخيه مثلا بيجيب افلام عظيمه، ولكن لازم يكون فيها اخطاء زي الكيف والمشبوه وغيره. بعض الناس اصلا ما يعرفوش ان معظم الاعمال اللي انا قلتها من اخراج رامي امام. وكمان هو من اكتر الناس اللي بيتغاضوا المشاكل ولابق في كلامه جدا، بيحب شغله جدا برغم انه اصلا مهندس. ودي وجهه نظري في المخرج الرائع رامي امام. اتمنى كل حلقه عجبتكم، متنساش تعمل لايك، اشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد، وتعمل لي فولو على الحسابات اللي هتلاقيها تحت في الديسكريبشن. وان شاء الله في حلقه عن الشطرنج جايه من برنامج المتنوع. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.